مساء الخير، وحشتوني جدا جدا جدا. قلت طبعا ازاي يعدي رمضان من غير ما اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وجبت لكم الوصفه الاشهر في رمضان اللي هي الزبادي. طبعا بنشتريه بسعر غالي جدا بره، بقت الكوبايه دلوقتي ب4 جنيه، ب4 جنيه ونص، وفي كمان محلات بتبيعها ب5 جنيه، مش عارف ليه. بس احنا هنعملها في البيت بطريقه بسيطه وما فيهاش اي حاجه خالص، وكمان هيطلع لنا احلى زبادي في الدنيا. بصوا، نفتح كده الكوبايه، شايفين الزبادي والقشطه بتاعته رهيبه. وطبعا لو جيتوا حطيتوه كده مش هيتقلب. تمام. نفتح كل الزبادي، شايفين القشطه، حاجه حلوه جدا 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 جدا. وبصوا، تعرفوا ان الزبادي بتاعكم مظبوط، ان هو ولا بيتحرك معاكم وبيفضل ثابت في الكوبايه بتاعته. جبت لكم الوصفه دي من صانع اصلا المنتجات الالبان، يعني مش وصفه زي الوصفات اللي احنا شايفينها او اللي احنا بنشوفها على طول. هي وصفه مختلفه جدا، ما فيهاش اي تفاصيل معقده، هي كل التفاصيل سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه خالص. بالسرنجه بتاعت الحقنه دي هنشتغل وهنعمل بيها احلى كوبايه. تمام. هنعمل ايه بقى؟ هقول لكم الطريقه هنعملها ازاي. وكل سنه وانتم طيبين بخصوص او بحلول شهر رمضان الكريم، وان شاء الله هكون معاكم على مدار ال30 يوم. حط بقى حطيت كيلو اللبن على النار لحد ما يبتدي يغلي، واول لما يبتدي يغلي هطفي عليه. الخميره بتاعتنا اللي هنعمل بيها الزبادي دي التركية بقى الجديده. هبتدي اخد معلقتين كبار، معلقتين صغيرين كده، احطهم في قلب مج، معلقه والمعلقه التانية ناخدهم بالقشطه عادي، مفيش مشكله. نحط شويه صغيرين من الميه واقلبهم كويس. ابتدي بقى املى الكوبايه كلها على اخرها. خلاص، هبتدي اقلبها كده، وهي دي الخميره اللي هتبقى معانا للزبادي. شايفين بقت عملت ازاي؟ ودي السرنجه اللي هنعمل بيها الخميره بتاعت الزبادي. اول لما اللبن يغلي هنيجي وهنشوف هنعمل ايه بقى مع بعض. ابتدي بقى، خلاص اللبن غلي، ابتدي احطه في الكوبايات اللي هنستخدم فيها او اللي هنعمل فيها الزبادي وهو سخن. خلاص. عشان انا مروقه هبتدي اقلبها كده كل شويه، وبعد كده اجيب بقى السرنجه، اشيل السن طبعا بتاعها، واخد على كل كوبايه 3 سم خميره. هبتدي بقى احطها كده، واخد 3 سم. ابتدي بقى احطها في الحضانه. لو ما عندناش الحضانه هقول لكم هنعمل ايه برضو، نحطها في الفرن ازاي. كده، وابتدي بقى اغطي الحضانه، هسيبها كده لمدة من 8 ساعات ل10 ساعات، لحد ما يبتدي الزبادي يتعمل، وهنطلعهم ونوريكم سوا هيبقى عامل شكله، هيبقى عامل ازاي. بصوا، اللي ما عندوش الحضانة، واغلبية الناس ما عندهاش الحضانات في البيت، هنجيب صينية او حلة فيها نحط فيها القوالب كده، اللي هي اللي بعد اللبن ما يتحط. تمام كده. انا دلوقتي مولع الفرن، مولعه على درجة حرارة 100 لحد ما الفرن يسخن ويدفى، يبقى زي درجة حرارة الجسم كده، يعني 37 38 40 بالكتير قوي. يدفى، واول لما الفرن يدفى معانا هنطفيه، هطفي الفرن واقوم مدخل صينية الزبادي بتاعتنا. بس قبل ما ندخل الصينية بتاعت الزبادي هحط فيها مية مغلية، مقدار لحد هنا كده، مية مغلية وهبتدي احط فيها الزبادي. ابتدي احط الصينيه في قلب الفرن، واسيبه واقفل عليه لمده من 7
لحد 10 ساعات، من 7 ل10 ساعات. طبعا الفرن هيبقى دافي، هنحط الزبادي وبعد كده هنطلعه، هيكون احلى زبادي عملناه عشان اللي ما عندهمش الحضانه يعمل الطريقه دي. معانا الزبادي من احلى الوصفات اللي عملتها فعلا. بصوا شايفين سرنجه عملنا بيها 8 كوبايات من الزبادي، او كيلو لبن خد مننا 8 كوبايات من الزبادي. شايفين اصلا القشطه من على الوش، حاجه في منتهى الجمال. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناه عالم احمد سمير، وكمان تفعلوا جرس التنبيه، ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا اللايك وكومنت حلو منكم. كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. مع السلامه.